طيب احنا ليه بنعمل البودكاست ده؟ الحقيقة انه الواحد فينا بقى عنده تحديات كتيرة جدا، مشاكل كتيرة جدا، بيحارب في كل مكان، بيحارب في شغله، بيحارب في بيته، بيحارب في علاقاته مع صحابه. كل واحد بيحاول يلملم حياته ويمسك فيها بشكل او باخر، ويحاول يحافظ على نفسه انه ما ينهارش من كتر المحاولات والتحديات والتعب اللي بيعمله. عشان كده اسم البودكاست ده هو استراحة محارب. انت محارب، تحارب في حتت كتيرة قوي، تحارب مع الناس في شغلك، والحقيقة كمان بتحارب مع نفسك، بتحارب يأسك، بتحارب ضعفك، بتحارب المشاكل اللي بتظهر جواك، بتحارب كل ده. وعشان كده في فكرة استراحة محارب الهدف منها التشجيع. تاخد وقت تفكر فيه مع نفسك، تعيد حساباتك، نوصل لك صورة أنا عشتها وغيري عاشها كناس بتحارب. مقدرش أقول إن إحنا خلاص بقينا كسبنا الحرب خالص، الحرب هتفضل موجودة طول الوقت. أنت بتعمل إيه؟ وقادر تجمع قواك كل شوية ولا لأ؟ قادر تستريح شوية ولا لأ؟ وهي دي فكرة بودكاست استراحة محارب. اللي يقولك بقى إنه الشخص كل ما يعدي في حياته يوصل لمرحلة إن هو ما يخافش من حاجة ويعرف يعدي كل حاجة، الكلام ده مش واقعي أوي. على الأقل دلوقتي مش كل الناس قادرة إنها ما تخافش أو قادرة إنها تعدي بمشاكل بمنتهى السهولة. عشان كده سؤال النهاردة، أنت خايف ليه؟ في الحقيقة إن إحنا بنخاف من الحاجات اللي بره سيطرتنا، اللي ما نقدرش نتحكم فيها، واللي مش قدام عينينا. عشان كده أنت بتخاف من المستقبل، بتخاف إنك تفشل، بتخاف إنك تخسر، انت بتخاف انك تفقد حاجة، تفقد حد يبطل يحبك، حد تبقى موجود معاه كتير جدا وتفقده بسبب طباعك او بسبب لا قدر الله الموت. انت بتخاف من المستقبل في العموم لانه حاجة مش مضمونة، لانه حاجة مش في سيطرتك، لانه حاجة ما تقدرش تتحكم فيها. اول حاجة بنخاف منها من ضمن لستة حاجات كتيرة جدا هي الفشل. كتير مننا بيخاف يفشل في حياته، في مشروع، في مذاكرة، في علاقة. والحقيقة كل ما اهتميت بالعلاقة أو بالمذاكرة أو بالمشروع أو بالشغل، الموضوع هيفرقك أكتر، وهتلاقي نفسك بتخاف أكتر وبتتوتر أكتر لأنك بتحط الموضوع أهمية كبيرة جدا. بس الحقيقة إنه الفشل ده أمر وارد، مش بعيد، ممكن يحصل لأي حد فينا في أي وقت وتحت أي ظرف. وكل مرة ما تدخل حاجة وتتعلم فيها تبدأ تتصالح مع الحقيقة دي، حقيقة إن أنت ممكن ما تنجحش، ممكن يحصل فشل في وقت من الأوقات. وده نفس السبب اللي بيخليك في وقت، خلي ناس في وقت تحط الحقيقة دي قدامها وتشتغل وتتعب بمجهود قوي جدا 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 عشان ما توصلش للفشل. وبرضه ده نفس السبب اللي بيخلي في ناس تستسلم وتسيبها من القصة دي خالص، تقولك أنا مش عايز أفشل في حياتي، وبالتالي مش بيجرب ومش بيدخل ومش بيحط كل طاقته في الحاجة. يمكن فكرة القلق من الفشل ده اللي بيخلي ناس تبقى داخلة assessment أو interview بتحضر بجد، بتحضر باستماتة، يقول لك أنا مش هعدي القصة دي عشان بس ما عديت interview ولا عملت عليها والكلام ده. لا لا لا، أنا هجيب آخر حاجة ممكن أعملها في القصة دي. عارف لو زي ما أقول لك كده، واحد داخل مستقتل على الشغلانة دي، ياخدها يا مفيش. وافتكر في وقت من الأوقات أنا كنت بتوتر جدا من أي امتحان أو interview، وكان عندنا مدير كنت بخش معاه assessment أو انترفيوهات كتيرة، والحقيقة اتعلمت منه حاجة لطيفة جدا. كان دايما يسألك ليه. تحط مثلا رقم السنة الجاية احنا هنبيع بالرقم الفلاني، ليه الرقم ده؟ ليه 22؟ ليه مش 23؟ ليه مش 24؟ والحقيقة انه السؤال ملوش إجابة، ومحتاج مجهود ساعات كتيرة جدا عشان تعرف تطلع إجابة لحاجة زي دي. وفي الآخر ده فوركست، ده حاجة انت بتتوقع المستقبل، فطبيعي ان هو عمر ما هيبقى حاجة دقيقة 100%. بس الشخص ده ونوعية الأسئلة دي علمتني حاجة مهمة جدا،
علمتني انه التحضير لاي اسسمنت او انترفيو او اي حاجه في شغلك لازم يبقى على هذا الليفل ببساطه شديده. لازم يبقى على المستوى ده، مستوى انه النهارده ادق التفاصيل انا بسأل فيها ليه. فبالتالي لما تيجي تحضر انت فاهم كل حاجه جايه منين، وكل حاجه انت حاططها ليه، مش حاطط اي حاجه وخلاص. تاني حاجه بنخاف منها هو المستقبل. المستقبل ده جزء مجهول جدا، محدش عارف عنه اي حاجه. والحقيقه ان انت مهما عملت يعني في الغالب مش هتعرف تضمن حاجه في المستقبل. طبيعي يعني، دي قدره الهيه محدش عارف يعملها. بس المستقبل هو جزء بيتحضر له امبارح المستقبل، وجزء بيتحضر له النهارده، وجزء بتستناه بكره. فاللي في ايدك النهارده تعمله انك تشتغل النهارده، تجهز نفسك النهارده. اللي اتعمل زمان ده خلص، ولو ما رميتوش ولو ما نسيتوش ورا ظهرك هتفضل قاعد فيه. والنهارده ده تحضيرك، تعبك اللي في ايدك، ده اللي بتتعب فيه وتبذل مجهود، تروح يمين وشمال تجيب اخرك. ليه؟ عشان تبقى جاهز لبكره. المشكله بقى في بكره، المشكله في اننا ما نعرفش اي حاجه فيه، ما نقدرش نتوقع، ولو توقعت الله اعلم توقعك ده هيطلع صح ولا لا. وهي دي المشكله. المشكله انك بتخاف من اللي مش شايفه، من اللي مش قادر تتحكم فيه. والحقيقه ان هنا يجي دور ربنا. ربنا هو الوحيد اللي يقدر يسيطر على كل ده، يضمن بكره. وكونك بتتعب بتجتهد بتثق ان ربنا بيدبر بكره حسب احتياجاتك في التوقيت المظبوط ليك، ده اللي بيطمنك لبكره. ويمكن يديك شويه هدوء وسلام انك تكمل في اللي بتعمله، وتسيب بكره للي يقدر يدبر ويسيطر على بكره. لكن بكره خارج حدود سيطرتك. النهارده تعرف تشتغل فيه، تجهز فيه. بكره ده بتاع ربنا. رجوعا بقى للقصه الاولانيه اللي كنا بنتكلم فيها لما كنت بتوتر، والانترفيوهات والاسسمنت. الحقيقه انه التحضير بيقلل التوتر، لان ده الجزء اللي انت بتعمله النهارده، بس مش بينهيه تماما. الحاجه اللي هتريحك من الخوف من الفشل، من المستقبل، من الحاجه الغير متوقعه والغير معلومه والمجهوله، انك تعرف ان الدنيا دي كلها ربنا موجود فيها، له سيطره عليها، تحكم فيها. اوعى تفتكر انك نجحت زمان بشطارتك ومهارتك. لا لا لا، في ناس زيك واحسن منك وعندها نفس القدرات دي، لبست في الحيط. ربنا بس سترها عليك. ربنا بيستخدم التعب البسيط اللي انت بتعمله ده ويعمل منه حاجة ليها قيمة، ليها معنى، حاجة ليها تأثير أقوى بكتير من التعب البسيط اللي انت عملته. الحاجة التالتة اللي بنخاف منها هي الخسارة. الخسارة ان يبقى عندك حاجة او في حياتك حد وتخسره، وبرضه ده امر وارد، لانه ببساطة ما فيش حاجة دايما، كل شيء بيتغير، والناس نفسها اكتر حاجة بتتغير. ساعات يبقى في حد في حياتك من كتر ما هو غالي ومهم جدا بتبقى خايف تخسره، وبرضه ده امر وارد. بس اللي اعرفه ان كل شوية دايرة صحابك بتبتدي تتفلتر، تقل. الناس المهمة بالنسبة لك عددها بيقل، تتفلتر بما يناسب شخصيتك وظروفك. وللأسف في وقت تتعلم انك لازم تبقى لوحدك، لازم تتأقلم ان انت لوحدك. عشان لو ما اتعلمتش تبقى لوحدك، اسف اللي هقوله، بس هتبقى بترمرم في علاقات مش صح، مش مناسبة ليك، بتقضي وقت وخلاص مع ناس لا زيك ولا انت زيهم، ولا مؤثرين او فارقين في حياتك. النقطة التانية مهمة، انه من مراحم ربنا علينا انه ساعات بيقرص ودانا. لو حس في وقت اننا ممكن نخسر ناس كويسة، في الغالب بيبقى بسبب تصرفات او طباع مننا. لو حسيت بكده ما تستناش، لان للاسف لما بنتعود على الناس والناس تتعود علينا بيبقوا اول ناس يشوفوا عيوبنا، ومن كتر ما احنا متعودين بنوريهم جوانب مش المفروض ان هم يشوفوها. في الوقت ده راجع نفسك عشان عندك فرصة ما تخسرش ناس بتحبك تهتم بيك. ممكن تخسرهم نتيجة طبع، نتيجة تصرف، نتيجة قلة تفكير. وافتكر دايما انه رحمة ربنا ان هو يلفت نظرك
للحاجة اللي ممكن تحصل تؤدي إلى خسارة أنت تندم عليها وتضايق عليها في وقت من الأوقات. النقطة اللي بعد كده إنه الخسارة أمر وارد جدا زي ما كنا بنقول، وببساطة هي نهاية الحياة على الأرض. والحاجة اللي تقولك إنه ما تقلقش إنك تبقى متمسك بفكرة الأرض دي مش نهاية الرحلة، بالعكس أنت بعد الموت في حياة تانية مختلفة مع ربنا في مكان تاني أحسن. وبرضه من مراحم ربنا إنه هيدخلك موقف أو اتنين تبقى قريب أوي من الموت، وفي الوقت ده تسأل نفسك وتراجع نفسك، هو أنا ربنا كان فين في حياتي؟ أنا خسرت حياتي خلاص ولا لسه عندي فرصة تانية ابتدي اعيد حساباتي من اول وجديد؟ ومش بس الموقف ده يحصل معاك، انت هتشوف ناس تانية قريبة منك بيبقوا قريبين جدا من الموت، وهتسأل نفسك هو انا كنت امين مع الناس دي؟ كنت قادر اديهم الحب والتقدير اللي يستحقوه؟ كنت قادر اقول لهم واعبر لهم انا قد ايه بحبهم، يعني نفسي اشكرهم قد ايه؟ ولا فجأة الاقيهم راحوا من غير ما اقول قد ايه انا كنت بحبهم؟ وده جزء اعتقد صعب قوي في جزء الخسارة. الحقيقة انه لسه طويلة جدا الحاجات اللي احنا بنخاف منها، بس طبيعي ان احنا نخاف. والنقطة المهمة انك تبتدي تفكر انت بتخاف ليه وازاي تتعامل مع خوفك وتواجه خوفك. ودي الشجاعة الحقيقية، مش انك تنكر خوفك، انك تتعامل مع خوفك.